ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض باتيك جبنه. هعمله لكم بطريقه اقتصاديه، مش هنستخدم بيض او زبده، وهنشوف مع بعض ازاي نطلعه طري وهش ومورق زي ما انتوا شايفينه. امشوا على الخطوات اللي هقول لكم عليها، هيطلع معاكم احلى من اللي بنشتريه من بره. الشكل زي ما انتوا شايفين حلو جدا، والطعم كمان خطير. اكتبولي في التعليقات لو عاوزين اي وصفة من وصفات المدارس. ودلوقتي هنشوف مع بعض مقادير وصفة النهاردة. عندنا نص كيلو من الدقيق، وياريت نختار نوع دقيق كويس يكون مناسب للمعجنات. هنستخدم كمان نص كوباية مية، عندنا 4 معالق كبيرة من الزيت، 2 معلقة كبيرة من السكر، ربع معلقة صغيرة من الملح. هستخدم معلقة كبيرة من الخميرة، هستخدم علبة زبادي، و3/4 كوباية من المية. والمية مع الزبادي بالنسبة لي بديل للبن الرايب أو اللبن العادي. أول حاجة هنعملها، هحط معلقتين سكر مع معلقة كبيرة من الخميرة، وأنا بحب أستخدم الخميرة البيرة، بتديني نتيجة كويسة للمعجنات. هنقلب الخليط كويس وهنسيبه على جنب، ونروح مع بعض للخطوة التانية. هنضيف علبة الزبادي لكوباية إلا ربع من المية، ده بالنسبة لي بديل للبن الرايب، اللي عايز يحطه مفيش مشكلة، ولو حابين تحطوا كوباية من الحليب ده حاجة ترجع لكم. وهنقلب الخليط كويس. الزبادي بيخلي المعجنات هشة وطرية، وكمان لونها بيبقى فاتح. هنحط خليط الزبادي ونضيف خليط الخميرة، نقلب كويس. ودلوقتي هنضيف الدقيق. هضيف الدقيق اللي عندنا كله، استخدمت نص كيلو، وضفت الملح. هنقلب كويس، وهنبدأ نستخدم المية بالتدريج. ضفت شوية مية وهبتدي أعجن. أحاول ألم العجينة بإيدي وأجيب أي دقيق من تحت. ضفت شوية مية كمان وأكمل عجن. لسه العجينة لغاية دلوقتي متعجنتش كويس. خطوة العجن دي مهمة جدا علشان نجاح المعجنات. ممكن استمر في العجن لمدة 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين معايا العجينة بدأت تتكور، والعجينة ما شاء الله ناعمة وطرية، بتلزق حبة صغيرين في الإيد، ممتازة. دلوقتي هنحطها، واحط في ايدي حبة زيت صغيرة، وهدهن الوش، وهسيب العجينة لغاية ما تخمر وتضاعف حجمها. وطبعا زي ما احنا عارفين الصيف يختلف عن الشتاء. في الصيف مش بتاخد وقت كتير، لكن في الشتاء بتاخد وقت أكبر. وده شكل العجينة بعد ما حجمها زاد معانا وتضاعف. دلوقتي هبتدي أقطعها. هقطع العجينة اللي عندي لجزئين. أول جزء عندي هشيله وهغطيه كويس علشان ما ينشفش معانا، وهبدأ اشتغل في الجزء التاني. هحاول افرد القطعة اللي عندي على شكل مستطيل، وهستخدم النشابة علشان تساعدني في الفرد. العجينة ممتازة وانا بفردها، وطبعا علشان احنا عجناها كويس سيبناها لغاية ما خمرت كمان كويس.
احاول على قد ما اقدر اعمل شكل مستطيل، احاول اخليها مش تخينة قوي ولا رفيعة قوي، هو ده الحجم والشكل اللي انا عاوزاه. هنجيب صاج او صينية وندهنها كويس بالزيت، مش هنستخدم زبدة للتوريق، هستخدم سمنة سايحة. الكمية اللي انا محتاجاها في وصفة النهاردة مش اكتر من معلقتين من السمنة. هدهن كويس الجزء اللي انا فردته. بعد ما دهناه كويس بالسمنة هجيب الحشوة اللي انا هحطها، وانا هستخدم النهاردة الجبنة البيضة العادية، وياريت ما يكونش فيها اي مية علشان ما تبوظش مني العجينة. ممكن تستخدموا اي نوع جبنة بتحبوه، ممكن تستخدموا رومي او تشيدر، بس انا حبيت النهاردة اخلي الوصفة مش مكلفة على قد ما اقدر. هنلف الحشوة بالشكل اللي انتوا شايفينه، واحنا بنلف كده نبرم بايدينا كويس ونظبط العجينة عشان نحافظ على الشكل احنا عملناه في الاول. هنلف العجينة على شكل رول، نظبطها كويس واحنا بنلف. هنلاحظ ان العجينة ممكن تبقى تخينة شوية معانا، مفيش مشكلة، نبدأ نظبطها بايدينا كويس علشان لسه العجينة دي هتخمر مرة تانية، الحجم بتاعها هيزيد، واحنا عاوزين الحجم بتاعها يبقى مظبوط وتستوي معانا كويس. ده اظبطها كويس بصوابعي، لو جزء تخين بزيادة هظبطه، ونقطع الاطراف اللي على الجنب، بيبقى طعمها حلو اوي وهي مستوية. نقدر نقطع بالحجم اللي احنا عاوزينه. انا المرة دي هقطع حجم الباتيه كبير شوية علشان يبقى عامل زي السندوتشات بتاعت المدرسة. في ملحوظة مهمة هقول لكم عليها، الجزء اللي انتوا شايفينه اللي هو مفتوح من تحت لازم واحنا بنحطه في الصاج او الصينية اللي عندنا يبقى موجود من تحت علشان الشكل ما يتفتحش معانا، يبقى منظره مش كويس. في حاجة مهمة كمان، واحنا بنرص الباتيه في الصينية لازم نسيب مسافات علشان الحجم بتاعه هيتضاعف وما يلزقش في بعضه. دلوقتي هروح للجزء التاني من العجين، هنعمل نفس الخطوات اللي عملناها قبل كده. فردنا العجين على شكل مستطيل، دهناها كويس بالسمنة، لكن المرة دي ما حطيتش اي حشوة فيها. نوراي وناردين طلبوا كده بنفسهم، عاوزين الباتيه يبقى فاضي، عايزين يجربوه كده جنب الشاي. هبرم كويس وانا بلف واظبط العجينة. كده خلصنا الرول التاني، علشان تخين شوية هبدأ اظبطه بايدي علشان اخلي حجمه مناسب. بس المرة دي انا هقطع الباتيه قطع صغيرة، مش هعمل الحجم الكبير اللي عملته في الاول. وهبدأ اوزع في الصينية او الصاج، ولازم زي ما اتفقنا نكون دهنينه كويس بالزيت، وهسيب المقدار كله في الصواني لغاية ما يخمر وحجمه يتضاعف، وهيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم. دلوقتي عاوزين ندهن الوش بحاجة تخلي لونه يحمر معانا. ممكن ندهن ببيض مع لبن، وممكن ندهن بلبن وندوب فيه شوية سكر، بس انا النهاردة وصفتنا اقتصادية عشان كده اخترت لكم ابسط حاجة. نجيب معلقة كبيرة من السكر ونحط لها معلقتين او 3 معالق مية، ونقلب كويس لغاية ما السكر يدوب تماما، وابتدي اخد من محلول السكر وهدهن وش الباتيه. هدهن الوش كويس، وناخد بالنا واحنا بندهن علشان الشكل ما يبصش مننا، كمان العجينة ما تهبطش.
هدهن كل الكمية اللي عندي. الفرن بتاعنا مسخنينه قبل كده، هظبط درجة الحرارة على 200. هحط الصواني في الفرن وهوريها لكم اول ما المعجنات بتاعتنا تستوي. وده شكل الباتيه بعد ما استوى. ما شاء الله اللون حلو جدا، والريحة كمان قلبة المطبخ. ريحة المعجنات يا جماعة خطيرة. هطلع الكمية كلها احطها على حاجة دلوقتي وهوريها لكم. دي الكمية اللي طلعت من نص كيلو دقيق. عملت احجام كبيرة واحجام صغيرة، شكلها حلو جدا. دلوقتي في حاجة مهمة لازم اعملها، لازم نغطي المعجنات دي بفوطة عندنا علشان عاوزاها تكون طرية معايا. بعد ما سبتها حوالي نص ساعة هنشوفها مع بعض دلوقتي. هناخد مع بعض واحدة اللي حجمها صغير. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين التسوية مظبوطة جدا، من تحت لونها محمر وجميل، ومن جوه زي ما انتوا شايفين هشة جدا وطرية، شكلها حلو جدا. نمسك مع بعض كمان واحدة من الباتيه اللي حجمه كبير، شكلها مغري جدا. ده اللي انا حشيته بالجبنة، افتحها قدامكم دلوقتي عشان كمان نشوف التسوية بتاعتها. ما شاء الله الباتيه مورق، مضفناش زبدة خالص، وشوفوا قد ايه هش وطري من جوه بالرغم من حجمه الكبير، لكن استوى التسوية المظبوطة. اتمنى تكون وصفة النهاردة نالت اعجابكم وتكون معتمدة عندكم في وجبات المدرسة. ياريت كل اللي شاف الفيديو لغاية دلوقتي ما ينساش يضغط لايك، واللي ما اشتركش في قناتي يشرفني ويشترك في القناة. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة حبايبي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.